زي النهارده يوم 17/9 في القرن ال17 أنتوني فان ليفنهوك اكتشف اكتشاف غير التاريخ. السلام عليكم، انتوا قاعدين هنا، ده البرنامج بتاعي هيبدأ. فان ليفنهوك اصلا يا عزيزي ما كانش عالم ولا حتى كان معاه تعليم علمي رسمي، هو اصلا كان تاجر قماش، بعد كده بقى موظف حكومي اللي هو السلم الوظيفي لاي حد طبيعي، ولكنه كان بيعلم نفسه بنفسه بشكل كبير جدا. يعني تقدر تقول كده انه كان واخد العلم هواية جنب شغله. انا بصراحه اول مره اشوف حد كده، يعني مش العكس. ففي وسط ما هو قاعد بيمارس هوايته المفضله اللي هي العلم، راح صانع ميكروسكوب، ومش اي ميكروسكوب، لا اسمع بقى، ده كان اقوى ميكروسكوب موجود في وقتها، لدرجه انه كان بيكبر من 200 ل 300 مره ضعف. في وسط ما هو قاعد بيجرب الميكروسكوب بتاعه ده على نقطه ميه واخدها من بركه، اكتشف اكتشاف مذهل جدا. ده في كائنات دقيقه بتتحرك جوه نقطه الميه دي، الكائنات دي اللي احنا طبعا نعرفها دلوقتي باسم البكتيريا. ليفنهوك دوم ملاحظاته دي وراح باعتها للجمعيه الملكيه في لندن مع رسومات مفصله للبكتيريا دي. الاكتشاف ده كان خطوة فارقة في تاريخ العلم، وكان بداية لعلم جديد اسمه الميكروبيولوجي. ليفنهوك واللي بالمناسبة لقبه أبو الميكروبيولوجي غير نظرتنا للعالم، وبيفكرنا إن كل شيء حوالينا حتى في أصغر التفاصيل جواه عجائب لا حصر لها. وبس كده، متنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد. مايك دروب.